يا دلع يا دلع يا بطوتي. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بعرف اعالج الرومي بعد تجارب كتير. عرفت ازاي اعالج الرومي ده بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم الادوية. طبعا بما ان الرومي لما بينفخ من ناحية الجيوب الانفية انا اعمل ايه وتلاقي عيني قفلت ده مش الرومي بتاعي والله، ده روبي جارتي وهي ادتهولي عليه ولا هي فقدت الامل. فقلت لا الحمد لله اتكل على الله ونربيه. فباذن الله الحمد لله. بصي ما بقاش في انتفاخ. بصي حتى انا عملت لكم شرب وريته لكم، كانت جايبه لي الرومي شكله صعب جدا يصعب على اي حد. انتي علاجه سهل. جيبي قرص مضاد حيوي فلوموكس ادي الصبح على حسب الحالة. لو الحالة جيدة قوي هتدي الصبح واخر النهار. طيب انا ما بياكلش هعمل ايه؟ تعملي زي بطة ما بتعمل. انا بعمل محلول. عملت مرة محلول معالجة الجفاف. طبعا انتوا عارفين انه ده رافع مناعة مهم جدا للكتاكيت اول ما بنجيبها. انا بقى قلت احطه عشان ينشط الدورة الدموية وينشط الطير عموما ويطر جلده لانه لا بياكل ولا بيشرب. فدلوقتي لا عملت حاجة تانية. عملت محلول ميه بسكر. طبعا انتوا عارفين ده جلوكوز فيتامين عالي جدا جدا جدا. انا بقى عملته لطيوري بشربه لهم. بدي عمليه تعويض بحيث ان هم فاقدين الاكل ما بياكلوش الاكل فما يجيلهمش هبوط مع المضاد الحيوي. تابعيني في فيديوهاتي لو عايزه تربي روبي هاتي روبي وهخليكي تربيه وما تخافيش. هيتعب منك هتعالجيه بس ان شاء الله مع انك تبتدي معايا خطوه خطوه عمره ما هيتعب منك ابدا وهيوصل زي ده كده.